وما فكرتش أنا هبقى أم إزاي. ده أي بنت حتى عادية خالص تتجوز وتحمل وتبقى قلقانة، هو أنا أنفع أم؟ هو أنا هعرف أربي؟ هو هيحصل إيه في الولادة؟ هو مش عارف الأيام الجاية شايلالي إيه؟ ولا حاجة من الحاجات دي بتعدي عليها. هي شغلتها تسبح وتحب في ربنا وتسرح في ربنا طول الوقت، وكل حاجة ماشية لوحدها. عشان كده العذراء بالنسبة لنا أيقونة السلام، يعني وشها مريح يدل على سلام عجيب، إنها لا تضطرب أبدا، إنها فرحانة بربنا، مستقرة نفسيا جدا. محدش يا جماعة يتصور إن العذراء ظروفها كانت أحسن من ظروفنا فمن هنا عندها سلام. لا طبعا، ظروفها كانت أسوأ من ظروفنا بكتير. من ناحية الناس ملهاش ناس، ومن ناحية الفلوس فقيرة جدا، ومن ناحية التحديات والتغييرات اللي في حياتها كبيرة جدا. ومع هذا كان سلام عجيب مرتبط بتسليم بلا حب.